هو في سؤال كده بسيط بس بيجنن، ليه ساعات بنقوم من مكاننا نمشي بكل ثقة، نفتح باب الأوضة ونقف كده، نبص حوالينا ونقول أنا جاي هنا ليه؟ يعني أنا كنت لسه قايم من دقيقة، إزاي دماغي نسي؟ هي الأوضة دي فيها غاز بينسي ولا إيه؟ ما تقلقش، أنت مش لوحدك ودماغك مش بايظ، أنت بس وقعت في فخ اسمه تأثير الباب. حرفيا كده، الباب هو السبب. العلم بيقول إن لما بنعدي من باب وندخل أوضة تانية، دماغنا بيعتبر إننا دخلنا في مرحلة جديدة، زي كأنك فتحت صفحة بيضة. الفكرة القديمة راحت مع الصفحة اللي فاتت. عارف لما تبقى فاتح كذا تاب في المتصفح وتنسى أنت كنت بتعمل إيه في التاب اللي قبله؟ أهو نفس النظام، بس دماغك هو اللي بيفتح تابز. يعني دماغنا بيعمل فيها منظم، بس بينسى ينقل المعلومة معانا. ما تقوليش ده علشان أنا مشتت ولا تعبان، لأ خالص، ده بيحصل للكل، حتى العباقرة. يعني أينشتاين نفسه ممكن كان ينسى. رايح الحمام ليه لو دخل من بابين؟ طيب ليه بيحصل كده؟ عشان دماغنا بيربط الأفكار بالمكان اللي احنا فيه. يعني لو انت في الصالة وبتفكر في كوباية المية اللي في المطبخ، المعلومة دي مربوطة بالصالة. أول ما تقوم وتدخل المطبخ، دماغك يقولك أهلا بيك في عالم جديد، نبدأ من أول وجديد. والكوباية راحت. تقدر تقول إن دماغك بيذاكر جغرافيا أكتر ما بيذاكر نواياك. أنت كنت ناوي تعمل إيه؟ ماليش دعوة، أنت دخلت أوضة جديدة، احترم القوانين. كمان في حاجة، الفكرة اللي بتقوم علشانها دي بتبقى غالبا من النوع السريع، مش فكرة تقيلة ولا مهمة قوي، فبتتخزن في مكان اسمه الذاكرة قصيرة المدى، ودي بتطير أسرع من سرعة الكسل. يعني لو ملحقتهاش راحت. والباب هو المفتاح اللي بيطفي اللمبة. طيب نحلها إزاي؟ جرب قبل ما تقوم تقول اللي انت رايح تعمله بصوت عالي، مثلا أنا رايح أجيب الشاحن، أو أنا رايح أجيب طبق الكشري. لو قلتها دماغك هيفضل ماسك فيها كأنك عملت بوك مارك للفكرة. أو لو أنت مستحي تقول بصوت عالي، رددها في دماغك كذا مرة: الشاحن، 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 لحد ما توصل وتلاقيه بيبرقلك من فوق السرير زي سوبرمان. الموضوع بسيط، ومش علامة إن ذاكرتك ضعيفة ولا إنك بقيت تنسى ده، بس لأن دماغك بيشتغل بنظام معين ومحتاج تظبط معاه الإعدادات، لأنه بيحب يرتب الدنيا، بس بينسى يفكرنا في مرة تانية. لما تدخل أوضة وتنسى كنت رايح ليه، ما تتخضش، ما تقولش أنا كبرت ولا ده الزهايمر جاي. قول ببساطة الباب لعب لعبته. وخليك دايما فاكر اللي بيشغل دماغك مش بس الأفكار، الفضول كمان. دماغ أون، شغل مخك.